لو تأملنا في أمر الله تعالى لرأينا قدرته وسلطانه عليها واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الحدث. فإذا كنت مهتما بقناتنا فلا تنسى الاشتراك في القناة ودعنا بالضغط على زر الإعجاب ليصلك كل ما هو جديد. وشكرا لكم جميعا. هكذا إذا وكما تشاهدون الآن أمامكم عواصف ثلجية رهيبة تجتاح جنوب كاليفورنيا ومينيابوليس، فيضانات تغرق جل شوارع لوس أنجلوس. وكما كان متوقعا تمكن مركز الطوارئ في لوس أنجلوس بإرسال رسائل نصية إلى جميع المواطنين تحذر من الفيضانات المفاجئة. والجديد بذكر أن العواصف الثلجية عادت من جديد لتضرب الولايات الأمريكية بأكملها، ولي تنتظرها عاصفة ثلجية غير عادية قد تؤدي إلى إغلاق الطرق وستسبب في انقطاع التيار الكهرباء عن ما يقارب من 1,000,000 من المنازل وكذلك محلات التجارية. فالسلطات المحلية هناك تدرس إمكانية إعلان حالة الطوارئ في المنطقة لأن الوضع يزداد سوءا بعد سوء. وفي الختام أقول لكم دمتم سالمين وآمنين، ونسأل الله الأمن والسلام لكل شعوب المنطقة ولكل شعوب العالم. ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا أترككم مع هذه اللحظات.